السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل طريقة الخمير او المقصقص. مقادير العجينة: فنجان حليب بودرة، فنجان سكر او حسب الرغبة، فنجان الا ربع زيت، بيضتين، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة خميرة جافة، ملعقة صغيرة حبة البركة، كيلو الا ربع دقيق، وكوبايتين مية دافية. نبدأ بالخطوات. أبدأ أخد البيضتين وأقلبهم وأضيف عليهم السكر، أذوب السكر مع البيض، الملح، لبن البودرة، الزيت، وأقلب فيهم كويس. بعد ما قلبتهم كويس أضيف دلوقتي الخميرة وحبة البركة. بعد ما خلطت المكونات كلها أضيف دلوقتي المية الدافية، أنا بقلب فيهم علشان السكر والملح يدوبوا معايا خالص. وأنا أنزل الدقيق وأبدأ دلوقتي أعجن فيهم لغاية ما تبقى العجينة معايا ناشفة شوية، مش عايزاها تبقى طرية. ده دلوقتي العجينة اهي معايا دلوقتي متماسكة، وده الشكل نهائي العجينة. اسيبها تخمر مدة ساعة. كده العجينة معايا دلوقتي خمرت. ابدأ اقلبها تاني مرة واقطعها الى كرات صغيرة علشان افردها. دلوقتي اخد العجينة وافردها واعمل الاشكال اللي انا عايزاها. انا اهو خدت اول واحدة من العجينة واقطعها الى دواير. وانتي بتفردي العجينة يا ريت تبقى العجينة خفيفة علشان تبقى معاكي منفوخة وانتي بتحمريها. شايفة الشكل ده؟ عملتها مدور، والطاسة تكون الزيت سخن وانتي بتحطي الخمير. قلبيهم علشان ما يسودش معاكي. انا عملتهم مدورين صغيرين. ممكن انتي حابة، لو حابة تكبريهم تقطعيهم مربعين زي ما انتي حابة. اهو ده الشكل النهائي للخمير. يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك، والسلام عليكم.